السلام عليكم وصباح الخير عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل بصحة وبعافية. انا بخير الحمد لله. توحشتكم يا اجمل متابعات اللي حتى ما عمباليش في العالم كامل ما شفت كاين متابعات كما متابعاتي. ان شاء الله ربي يحفظكم ويبقي عليكم الستر. رجعت لكم حبيباتي بهذا الفيديو البسيط المتواضع اللي ان شاء الله يحفزكم تنوضوا شغلكم وتستمتعوا بالمشاهدة. وهذا القلب بطبيعة الحال اكيد لمتابعاتي الجميلات. هذا الفيديو حبيباتي مميز خاص، هذا الفيديو خاص، الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يعجبكم، واللي هو عندي منذ عام، منذ سنة وانا نستنى فيه وقتاش يوفقني ربي ونكمل نخدم هذيك الكوزينة، يعني ندير لها لي ريدو الاخرين، والحمد لله بفضل الله وبفضلكم هبلتوني. ديري الاخر. انا على كل حال كنت حابه نخدمهم تان لكن ما كتبت ليش، والحمد لله راهي صدقت اليوم وراني خدمتهم. بعد تشوفوا معايا الكوزينه كيفاش رجعت كي درت لها لي ريدو هذوك. هلا هنا نوري لكم الكوزينيير مسحتها كامل، نوضت قهوه صباح ومن بعد بديت بالشغل. غسلت هذوك غسلت الكوزينيير وغسلت مسحت البوطاجي والماعن تاعو وسيقت الكوزينه باش كي نركب لي ريدو كامل يكون كلش نقي. هاد الدار تاع بزاف تسياق، اللور تاعهم مش دايرين لها كالاج وسيقت البارح في الليل، سيقت فوق دروجه من قايه دركا. بصح كي سيقت الكوزينه الماء لازم يحبط من الدروج، ما عندوش طريق واحده اخرى، ما كاش وين يروح الماء الا هنايا. بعد ما فرغت البلاكار هذاك اللي وين نشوف حاجه زايده نحطها تماك، والحالة ما زالت مخربة، ما كنتش رتبت كلش، كنت بشوية برك. هنا باركولي زغرتو شوفوا واش درت. دارهم لي زوج يعطيه الصحة بارك الله فيه، عيتوا معايا هامليك الحمد لله. بعد عناء طويل خدمتهم. هذه تاع الطابلة تعرفوها، هذا يا الريدو تاع الطاقة. وشبحت الكوزينه هكاك برك في الكوزينيير، درت زعما طابليه تاع الشغل والاخر، وان شاء الله من بعد نشري حاجات تاع ديكور واحده اخرى، وربي ان شاء الله يرزقنا اجمعين حبيباتي. الصبر ثم الصبر، الصبر وربي اكيد راح يفرج عليكم بعد الوقت. انا والله غير الحمد لله راني راضيه بكل واش عطاني ربي، والله من اعماق قلبي غير راني راضيه وفرحانه. وكي نخدم شغلي نخدمه بفرح، ما نقولش هاد الدار ما تخدمش، هاد الدار كذا واش راني نعيي في روحي. نخدم وانا فرحانه على بالي باللي هذا بيتي لحد ساعه ونرتاح فيه ويعني الحاجه كي تسقميها تسقم، اي حاجه تخدميها تخدم، يعني ما تسمى كي تفرسيها ويقول لك النظافه هي الصح. النظافة هي الصح، إذا كانت الحالة نظيفة راح تكون شابة. وإن شاء الله ربي يفرج علينا أجمعين. ما كاش إنسان لقاها واجدة كامل يبطايي وحتى وين يسلكوا أمورهم. الإسونسيال تكون الماكلة تاعك حليلية ويكون رزقك حليلي، أما الباقي لا يهم، كلش يفوت وكلش يتنسى. انا راني بزاف فرحانه الحقيقه، والله راني فرحانه. عائلتنا راهي تكبر، عندي متابعات ما شاء الله طيبات حنونات، ان شاء الله ربي يعطيكم على حساب قلبكم. والله غير نعمه، يعني نعمه يرزقك ربي حب الناس. نقعد هكا وحدي من ذاك، نقعد نتوحد نقول سبحان الله العظيم كيفاش ربي في بين العشية وضحاها خلى هاد الناس كامل يحبوني ويدعيوا لي بالخير ويقولوا لي اونجاجي رانا معاك ما تخافيش انا معاك. يعني والله غير الدموع يجيوني ونقعد هاك نخزر من ذاك، نسجد نقول الحمد لله يا ربي، وان شاء الله ما نخيب لكم سطنكم ابدا. ان شاء الله ربي يرزقني ويرزقكم ونعاونوا بعضنا ونوقفوا مع بعضنا، رانا اخواتات، وربي يفرج علينا كامل. ثانيا حبيباتي حبيت نتطرق لواحد الموضوع اللي هو كان بسبة واحد المتابعة تاعي عطات لي، دات لي واحد الكومنتار وانا حبيت ننصحها ونعاونها على واش نقدر، وانتم تاني نصحوها معايا وعطيوا لها رأي شباب اللي يخرجها من هذا من واش راهي دركا. قالت لي انا كي نكون وسط جماعه ولا وسط ناس نحس بنقص،
قالت لي ما مع ولادي وعائلتي في داري، قالت لي نحس روحي مقصرة في حقهم وما عندهاش ثقة، يعني كي تكون في وسط الناس تحس بنقص قدامهم، وفي الدار قد ما تخدم والاخر ما تحسش باللي عندها كونفيونس في روحها، ولا تحس روحها مقصرة دايما في حق الاهل تاعها. هادو ما حبيت ندخل في هذا الموضوع اليوم. بزاف نساء يقعدوا وسط جماعه تاع ناس يحسوا روحهم ناقصات، يشوفوا الاخرين ويقول لك انا ما نعرفش نهضر كيما هما، ولا ما نعرفش نربي ولادي مليح، ولا حتى ما عنديش حاجه نبان بها وسط الناس. حابه نقول لك حاجه مهمه، الاحساس هذا طبيعي بزاف، عادي، كامل فتنا فيه، الكمال لله ربي سبحانه وحده، وما كاش انسانه كامله، حتى اللي تبان لك قويه ومثاليه عندها نقاط ضعفها وتعيش صراعاتها في الخفاء. الفارق الوحيد هي تعلمت كيفاش تتعامل مع روحها. حبيبتي كمثال بالنسبة لي أنا، أعوذ بالله من كلمة أنا، ما شوفوا والله ما عنديش قطرة تاع خوف، ولا نحس بالنقص، ولا نحس ما عنديش ثقة في روحي، والو إطلاقا. نكون في وسط شكون نكون في وسط المرفهين، نكون في وسط الفقراء، ما نخممش اصلا باللي راه عندي نقص من بينهم، ما نخممش اصلا. ما يمكن نكون وحدي في الدار عبالكم كيش نتعامل، نروح في المرايه نخزر ونقول يا عمري شحال شابه وشنو هذا، واكيد كل انسان ماشي كامل، لكن نخزر في روحي ونتعجب ونقول الحمد لله يا ربي، نقول الحمد لله ربي رزقتني هذا الجمال، نقول اللهم جملني بنورك واجعل كل من يراني يذكرك، دايما في فمي هذه الكلمة، لدرجة الإنسان اللي يشوفني يقول لي سبحان الله عندك واحد القبول ما شاء الله من عند ربي سبحانه. يعني ما نخممش فيه، كي نقعد في وسط الناس نقعد عادي، ما نتخلع، ما نخاف، ما نكومبلكسها، ما نشبك يديا في بعضهم ونقعد نخبش، ما عنديش كامل هاد العفايس. وهاد العفايس يتبناو انت تبنيهم في روحك، واحد ما يبنيهم لك، انت يا اللي تبني في روحك هاد الحاجات. نعطيك نصائح ان شاء الله ينفعوك وينفعوا جميع وحده ما عندهاش ثقه في روحها. نقول لك ما تقارنيش روحك بالناس، هذه دائما نقولها لكم، كل وحده عندها ظروف في حياتها، تجاربها، وحتى الصعوبات اللي مرت فيهم راح تسرق لك الفرحه تاعك وما تزيدك والو غير الهم والقنطه ولونغواز والزعاف، وتشوفيها خير منك. قدري روحك على أبسط الإنجازات اللي درتي في حياتك، ربيتي ولادك، طيبتي ماكلة بسيطة جات بنينة، سمعتي كلمة مليحة من عند الزوج تاعك ولا من عند جارتك يعني شكرك، هذا نجاح. ما تصغريش المجهودات تاعك، ركزي على الإيجابيات دايما في حياتك. من كل صباح ما هكا من ذاك تفكري حاجات، 3 حاجات برك ملاح فيك وفي حياتك مهما كانوا صغار راح يقويوك مع الوقت. اسمحوا لي هذا وليدي ويعيط للقط. نقول لك طوري من نفسك حبيبتي مهما كان العمر تاعك، العمر اطلاقا ما عندوش علاقه بالعلم، قد ما كان في عمرك تلقاهم 90 سنه ودخلوا يقراها ونجحوا، انت معليش اذا تقدري لما تقدريش غير من بيتك تعلمي حاجه، تعلمي حرفه، تعلمي لغه، يعني طوري نفسك، الحاجه اللي تلهيك والحاجه اللي ترجعك اقوى من اللي كنتي. خصي لوقتك ولو نص ساعة من بين 24 ساعة في النهار تتعلمي فيها حاجة تحبيها، قراية، ديري سبور، ما على باليش حاجة جديدة، حرفة جديدة، أي حاجة تزيدك معرفة وتزيدك ثقة. اهتمي بروحك من الداخل والخارج. الداخل هي كي تطوري من نفسك وتكوني متعلمة وعندك علم نافع راح تحسي روحك في السماء، متحسي حتى واحد راح ينقص منك. والخارج هي البساطة والنظافة والاهتمام بروحك، راح يخليوك هذا تحسي روحك ملكة. إلا كانوا عندك هذا الزوج راح تكوني في وسط الناس انت هي ديامو، واكيد انا متابعتي ديامو. كوني نظيفة حبيبتي في بيتك، في نفسك انتيا، تهلاي في روحك، تهلاي في بشرتك، تهلاي في جمالك، لأنه جسمنا وكل شيء راه عندنا هو أمانة لربي سبحانه، تاع ربي سبحانه، لازم تهلاو في نفسنا قبل الجميع. يقول لي بابا الله يذكره بخير، يقول لي كل وش يعجبك والبس وش يعجب الناس، كلي وش يعجبك ولبسي وش يعجب الناس. لبسي حاجة مرتبة نظيفة بسيطة متواضعة، ما تكثريش على روحك من أجل القيل والقال. كي تكوني نظيفة ديجا وريحتك شابة ونظيفة، معنوياتك تكون مرتفعة، مورالك يكون طالع، تكوني فرحانة، ما تكونيش حاسة أبدا بالانزعاج.
ما تسمحيش حبيبتي الكلام السلبي يأثر عليك، سواء قالوا لك إذا كاين ناس الأغلبية استغفر الله يا ربي ما يحشموش يهضروا أي حاجة يلقاوها. الله يعافينا وما يجعلناش منهم ولا كيما هما نشبهوا لهم. وكاين ناس يعني ما شاء الله حتى ويشوفوا حاجة عيانة ما يقولكش، بالعكس تجيبها لك بالتي هي أحسن، تنصحك ولا تهدر هكا. سينو كاين ناس تحشمك ديريكت توصل الجماعة تقول لك كذا وكذا وعلاش هكي هكا ومنا وما عندكش. انتي ما تسمعي لهمش اذا صرات لك حادثه هكا. انتي ماشي ناقصه، بالعكس ربي يعطاك نعم بزاف اللي هي الزوج تاعك، بيتك، ولادك، هذوما بزاف ناس راهم يتمنوهم ان شاء الله ربي يرزقهم. حمدي ربي على النعم اللي راكي فيهم وربي راح يجازيك احسن منهم. والاهتمام يكون فقط على ربي سبحانه واش راه داير علينا، اسكو رانا صالحين ولا رانا سيئين. اما الباقي، اما الناس ليسوا مجال باش نهتم بهم اصلا، لانه يقعدوا ناس في الاخير ما راحش يعملوا كيما المعامله مع ربي سبحانه. فهذا اهتمي فقط لربي سبحانه وصلاتك وعبادتك، ولا تهتمي بالناس حبيبتي، لانه رضاية الناس غاية لا تدرك، واللي يسمع كلام الناس يبات يحسب في النجوم. حبيباتي هذا هو روتين اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم، ما تنسوش تفيدوها بنصائح. وهذا هو روتيني نهار اليوم في بيتي المتواضع البسيط، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. ما تنسوش لايك وابوني وكومنتار، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.